بطولة الدوري والسد والإدحيل، ثم يأتي أساسيا مع نادي الإدحيل في ظل الغيابات المؤثرة من جانب نادي الإدحيل، والحديث عن روبن سميدو ونام تايهي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر شاشة قنوات بي إن سبورت هنا في هذه الغرافة، تسديد الله خطير. المحاولة الماضية وصلت إلى ياسين إبراهيمي، مر عبر بكرة عرضية، يا الله العرض المتواصل في هذه المواجهة، جولة من خلالها شاهدنا وتابعنا مباراة خطيرة للغرافة، خطيرة لياسين، يا الله غرافة الفريق الذي قلب في الوقت الأصلي لزمن تلك المباراة. وبعد ذلك الشحاني من مشاهدينا الكرام كان في عام 2019 فبراير من عام 2019 المباراة التي انتهت بالتعادل بدون هذا الرجل كمدرب عندما فاز ببطولة كوبا سود أمريكانا في عام 2010. نهاية واحدة من الذكريات الرائعة لهذا الفريق، بكرة ملعوبة إلى الأمام تستخلص عادة إلى ياسين إبراهيمي. ياسين الله مر عبر تقدم بكرة ملعوبة أمامية لمصلحة نادي الغرافة. هنا ياسين عبر بكرة، الله يا سلام، لكن لاحظ عينك على ياسين، يا سلام عنه على الإطلاق. هذا ما حدث من الجهة اليسرى. مشاهدينا الكرام كرة ملعوبة أمامية هنا مستمر هذه المحاولة، وصلت إلى فريد بولايا من الجهة اليسرى، محاولة مستمرة إلى الأمام، العرضية هنا لمصلحة الإدحيل، لكنها تستخلص طلاقة إلى الأمام. ياسين إبراهيمي يمر يأتي بكرة ولكن مضت. تعود الكرة من جديد، فرجاني ساسي يمضي بهذه الكرة وتمضي بين الفريقين. التعادل السلبي المستمر. فريد بولايا لا موجود على مقاعد البدلاء، إسحاق بالفضيل عفوا، لدينا سيف الدين فضل الله، أيوب محمد العلوي، يوسف فتراته. المعز لا يقضي أفضل فتراته، هذه حقيقة. هي المعز ثاني الهدافين في نادي الإدحيل هو نام تايهي الغائب عن هذه المباراة. وبعد ذلك ياسين إبراهيمي من الجهة اليسرى إلى الأمام، هذه المحاولة ياسين إبراهيمي من الجهة اليسرى، هنا يمر يتقدم ياسين، يحاول يسعى للكرة الماضية في الجهة المرسولة الأمامية. العدد الأكبر للأهداف في جميع مباريات المسابقة، لكن الحاضرة في مدرجات أستاذ ثاني بن جاسم. هذه المواجهة الكرة ملعوبة أمامية، خطيرة المحاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، ياسين إبراهيمي بهذه الصورة. الكرة عودة بعد ذلك بكرة ملعوبة أمامية إلى اللاعب فريد بولايا، يلعب الكرة إلى الأمام، طالت هذه الكرة، مضت هذه المحاولة، ثم العودة والانطلاق إلى الأمام، استمرار لهذه المحاولة. ياسين إلى الأمام، قدم بكرة عرضية مرسلة، وبعد ذلك الكرة تستخلص إلى الأمام. ومن زمن هذه المواجهة نعم هذه المباراة من زمن هذه المواجهة. مشاهدينا الكرام عودة إلى الوراء لمصلحة ياسين عبر خطأ وبطاقة صفراء، وجود المخالفة في اللقطة الماضية لمصلحة ياسين إبراهيمي. نعم مر هنا وتدخل، حالة من الانزعاج، وبالتالي حكم المباراة تفضيل اللاعب. وصلت من جديد ياسين إبراهيمي، تقدم، العودة بعد ذلك إلى الأمام، عودة إلى الوراء، كرة ملعوبة في أقصى الجهة التي
تاتي مؤيد حسن اللاعب القادم. بالتالي الشحانية يواجه السد في مباراة الدور نصف النهائي. خطيرة المحاولة، الله، جول إسحاق بالفضيل يسجل. بالفضيل ياتي اللاعب الذي كان غائبا يسجل حضوره في هذه اللحظات بضربة رائعة للغرافة. هدف يسجل للعربي في هذه اللحظات، هدف يسجل لمصلحة فريق الأحلام بأقدام الغرافة وبقدم إسحاق بالفضيل في الكرة الماضية ولمصلحة نادي الاتحيل. كرة ملعوبة للغرافة انطلاقة إلى الأمام، خطيرة للفهود. تتبقى له 4 مباريات. كرة ملعوبة أمامية لمصلحة المتقدم ياسين يحاول، ياسين إبراهيمي يحاول، محاصر بأكثر من لاعب. خطوة محمد موسى والآخر ترك أرضية الملعب. هذه تعود الكرة إلى الوراء أمام، وصلت إلى ياسين إبراهيمي أمام الهلال بنتيجة ثقيلة على أرضية استاد الثمامة في تلك المباراة، مباراة 7-0 لنادي الهلال على نادي الاتحيل. كرة ملعوبة أمامية مرة أخرى، بينما هنا محاولة للغرافة خطيرة للفهود الغرفوية. ياسين أمام 7 لاعبين، وحده أمام 4 لاعبين. ما في شك على قيمة ياسين إبراهيم، خاصة في المساحات الآن. 1 على 1 ياسين، 1 على 1 ياسين. لويس مارتن مر عبر دون فلسفة مباشرة.